السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا اليوم نعمل القطايف بطريقة سهلة وبسيطة بدون سميد وبدون خميرة. بس تابع الفيديو للآخر وإن شاء الله هتعمليها وهتدعيلي دعوة حلوة من قلبك. يلا قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول ويلا مقادير. هنعمل المحلول الأول، هنعمل كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية، وهنسيبهم مش هنحط فيهم معلقة ولا سباتولا ولا أي حاجة، وهنحطهم على النار متوسطة لمدة 10 دقايق يغلوا. بعد كده هضيف ذرة من ملح الليمون، وبعد كده هسيبهم برضو بعد ما اضيف ذرة من ملح الليمون هسيبهم 10 دقايق على النار، وبعدين اقفل عليهم واسيبهم يبردوا على ما اكمل بقية الوصفة. مقادير القطايف بقى اليوم: هحتاج كوبايتين ونص من الدقيق. هبتدي كده انزل بكوباية كوباية وانخلهم علشان اي شوائب علقة في الدقيق نتخلص منها. النهاردة هتعملي احلى عجينة وعجينة اقتصادية هتوفر معاكي وهتديكي كمية وفيرة، مش هتشتريها تاني من بره. بس اتبع الخطوات وكمل الفيديو للاخر وبيني تفاعلك معايا عشان يظهر لك كل جديد. يلا بسم الله. نزلنا بكوبايتين ونص من الدقيق، هنزل بمعلقة نشا هرمية وما كتريش نشا علشان العجينة ما تنشفش معاكي. هنزل بمعلقتين من السكر، وهنزل بذرة من الملح، وهنزل ببيكنج باودر. وكده المقادير خلاص، يعني كده مفيش اسهل من كده. هتلم بقى كل المكونات الجافة كده مع بعضها. وانا كده هحتاج فانيليا، بس ما كانش عندي فانيليا جافة، فنزلت بنقطتين كده من الفانيليا السايلة. هحتاج بقى 3 كوبايات وربع من المية، وطبعا الدقيق بيختلف من دقيق للتاني. انا هنزل كده ب3 وهدمج العجينة كده مع بعضها واشوف هحتاج مية تاني ولا لأ. بس انا هنا كنت احتجت في الكمية بتاعتي على كوبايتين ونص دقيق احتجت 3 كوبايات وربع من المية. هتدمجي بقى كده المكونات وهتقلبيها وتشوفي الخليط معاكي مناسب ولا لأ. انت كده بعينك هتشوفي انت لسه محتاجة مية ولا مش محتاجة. وده كان اخر ربع كوباية مية نزلت بها على العجينة، والعجينة بسم الله ما شاء الله كده تمام قوي، وكده القوام اللي انا عايزاه. طاسة على النار هتسيبيها تسخن، مش هتنزلي فيها لما تسخن خالص وتكون غير لاصقة يفضل. بعد كده هتجيبي كده المغرفة بتاعتك، هتاخدي شوية وطبعا الحجم اللي انت عايزاه تشكلي الحجم اللي انت عايزاه. عايزه الحجم بتاعها كبيره او صغيره. انا هنا عملت بالكبشه، لو انت عايزه صغير شويه ممكن تقللي الكميه في الكبشه وانت نازله بيها. هتسيبيها كده. دي كانت اول واحده للتجربه وبسم الله ما شاء الله ناجحه معايا، وكمان ما سبتش العجينه ارتاحت، لا انا اشتغلت على طول. هنزل بقى كده بيها. وبعدين احنا بنعملها في البيت وهتتبسطي لما تعملي حاجتك في البيت بنظافه وبكل اريحيه، وبتعملي كميه كبيره وحاجه انت ضمناها. ويعني سامحوني اللي انا ما بقطعش عيش حد والله، بس انا ما بفضلش اشتري حاجه من بره. وربنا يرزق الجميع وربنا يحسن ما بين ايديكم. طبعا هنا كده رجعت للمحلول بتاعي كان برد، هسيبه بقى في جنب يبرد واخلص القطايف بتاعتي وبعد كده ارجع للمحلول. كده بقى انا عملت كميه وفيره كده من العجينه. انت لو صغرتي بقى الحجم معاكي هتجيب لك اكتر من 45 واحدة. انا كده كانت عملت معايا اكتر من 35 كده. بسم الله ما شاء الله جميلة. شوفوا يعني مش مفرولة العجينة، بمسكها كده وبعملها بايدي وبتنها بايدي وافردها، بتتفرد معايا بكل اريحية. بسم الله ما شاء الله العجينة مظبوطة، وانا بتبع الطريقة ديت من زمان وعلى طول ظابطة معايا وعلى طول بتبقى كويس. تعالي بقى نحضر الحشو بتاعتها: شوية زبيب، شوية جوز الهند، معلقتين من السكر، وانت بقى الحشو اللي بتفضليه اعمليه. انا برضو كان عندي مكعبين شوكولاتة سيحتهم وحشيت بهم جزء، والجزء التاني حشيت به اللي هو الجوز الهند. طبعا الفستق دوت انا عملت منه فيديو، ده بديل الفستق الحلبي. عملت فيديو قبل كده بيه، عبارة عن فول سوداني بتحمصيه وبتجرشيه كده في الكبة او في المطحنة، وبعد كده بتضيفي له لون وتحطيه على النار
يمتص الرطوبة وتحتفظي بيه تشكلي بيه حلوياتك. بسم الله ما شاء الله عليه. شايفين العجينة؟ عجينة القطايف تحفة والله. لو هتشتريها من بره مش هتظبط معاكي كده، العجينة مش مفرولة وما بتفتحش معاكي. هاتي بقى الطبق بتاعك واحشي وشكلي وحط عليه هنا. بسم الله ما شاء الله. لو جربت العجينة دي هتدعيلي من قلبك. بس يا ريت تكملوا الفيديو للآخر وتبينوا تفاعلكم وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. لو انتي مش عايزة تحشيها على طول وتنزليها في الزيت، ممكن تعمليها بالشكل اللي انا بوريهولك ده وتقليها على كده، وبعد كده تكوني انت عاملة كاستر او عاملة حلويات بعد ما تقليها وتحشيها فيها وتشكليها وتزينها من فوق كده بشوية فستق حلبي. انما انا كده النهارده فضلت ان انا احشيها واقليها على طول واحطها في المحلول. هنعمل فيديو تاني واحنا بنعملها بشكل تاني وبطريقه تانية. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده يدخل عليكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا في كل بيت مفيش حد فيه بيتحد على حاجة واحدة. انا عندي جزء بياكل بالزبيب وبالجوز الهند والجزء التاني ما بياكلهوش على الاطلاق. فكان عندي مكعبين كده من الكاكاو فبشرتهم كده على المبشرة وبدأت احشي بيهم كام واحدة كده علشان نرضي الاطراف ونرضي الجميع عشان صحاب البيت ما يكشحوناش. فكده انا خلصت كده الكمية اللي معايا، وكمان فضل معايا كمية يعني بكوبايتين دقيق ونص عملت كمية حلوة اكلت عيلة كاملة. وبسم الله ما شاء الله فضل معايا كمان طبق خزنته. وكمان نقطة هنا وملحوظة لازم اقولك عليها قبل ما انسى، لازم لما تيجي تعمليها وتشكلي القطايف على النار ما تخليهاش تتحرق معاكي قوي، يعني خليها سيكة كده علشان راعي انك انت هتقليها في الزيت عشان ما تبقاش غامقة معاكي وتسود. هاتي بقى طاسة وامليها زيت سخن وانزلي بقى بالقطايف بتاعتك. انا نزلت بجزء كده من غير ما اشكله بالشوكة، وفي جزء تاني ابتديت اشكله عشان يدي معاكي شكل كده. وبعدين انت عايزة تنزلي بها كده خلاص تمام مفيش اي مشكلة. انا كده بدأت اعمله وكده من هنا برضو شايفين نجاح العجينة معاكي حتى وانت بتعملي كده بالشوكة طرية معاكي وسهلة وسلسة. يعني العجينة تحفة تحفة. جربي بنفس الطريقة وإن شاء الله هتدعيلي دعوة حلوة من قلبك. المفروض لما توصل للون ده نقوم شايلينه على طول، لان اللي بتكمل سوا تاني وبتفضل تحمر حتى بعد ما انت بتشيليها. انا نزلتها كده ما كنتش نزلتها في المحلول على طول، بس انا كده يعني دي كانت غلطة فمش عايزاكم تغلطوها علشان يبقى فيه مصداقية. يعني يكون المحلول جنبك بارد تنزلي فيها على طول، لا انا كنت شلتها في صينية ونسيت خالص ان انا احطها في المحلول على طول لان ما كنتش عايزة احطها في المحلول دلوقتي. فكده طلعتها هوت يعني كده معاكي جميلة. شايفين اللون شايفين الحلاوة، يعني حاجة كده جميلة، حاجة شغل فاخر من الآخر. جربوها بقى بنفس طريقتي وبنفس الخطوات وإن شاء الله هتعجبكم وهتعتمدوها على طول. كل ما هتعملوا قطايف مش هتبطلوا تعملوها من سهولتها وسهولة مقاديرها. هنا بقى نزلت بقى عليها بالشربات بتاعها او بالسيرب بتاعها اللي هما كانوا عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص من المية. هنا القرمشة بتاعتها تحفة، من جوه طرية ومن بره مقرمشة. هاجي بقى هنا هصفيها بقى من المحلول بتاعها، وذرة الملح الليمون اللي احنا ضفناها بتمنع عملية تسكير السكر. بيبقى عندك كده جميلة القطايف تحفة تحفة تحفة. يا هلا بروايح رمضان واهلا برمضان. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى تجربوا الوصفة بكل طريقتي، واتمنى تتفاعلوا معايا مع الفيديو تتفرجوا عليه للآخر علشان تستفيدوا ويظهر لكم كل فيديوهات وكل منشوراتنا تظهر لكم بتفاعلكم معانا. اتمنى بقى تجربوا الفيديو، يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.